ببهو فندق الجزائر التقينا الصحفي الإيطالي كويرينو فالتسي الذي قدم إلى الجزائر من أجل المشاركة في الصالون الدولي للسياحة. أشكر وزارة السياحة الجزائرية على الدعوة لهذا الصالون الذي يعد فرصة للتعريف بالمقومات السياحية الكبيرة للجزائر، إحدى أجمل مدن المتوسط، وهذه مهمتي هنا كصحفي. السيدة سينيا يانغ هي الأخرى معجبة جدا بما تمتلكه الجزائر من زخم تاريخي وجغرافي وثقافي. أمتلك وكالة سياحية بمدينة ليون الفرنسية. كل زبائني آسيويون، صينيون، فيتناميون وكمبودج. سأنقل لهم كل ما سأعيشه هنا ليقوموا بزيارة الجزائر مستقبلا. بينما هذا الفريق الفرنسي فيرى الجزائر بلدا يمتلك كل أدوات السياحة، والصالون فرصة لعرض أفكاره السياحية. أنا أمثل جمعية تنشط في مجال السياحة بأفكار جديدة، منها السياحة التضامنية والعائلية ومشاريع أخرى. نحن أيضا جمعية مغامرين ورحالة، نسافر إلى 60 دولة وحوالي 250 وجهة، ونعمل أن تكون الجزائر إحدى وجهاتنا في القريب. الجزائر بلد العجائب السياحية، من أمواج ساحلها للبحر الأبيض المتوسط إلى بحر من الكثبان الرملية في العرق الشرقي الكبير، وكتل الحجارة الرملية والرسومات الأثرية عليها في الهوغار وتصل نجار. في الداخل سهول وهضاب وجبال ومدن وأحياء وقلاع وقصور وبيوت فيها ما فيها من حكايات التراث وجمال الأمكنة. زخم حضاري متفرد يجعل من الجزائر البلد القارة.